عاملين ايه؟ ما تيجوا النهارده نعمل مع بعض الميني بان كيك، ودي من وصفات الفطار المحببة عند الكبير والصغير. وهتطلعي النهارده كمية كبيرة جدا من بيضاية واحدة بس، هتطلع معاكي ناعمة كده وطرية جدا، وهتطلع في الاخر زي السحاب زي ما انتوا شايفين كده. وهتقدميها مع اي صوص انت بتحبيه، والطريقة دي هتعجبك جدا. ومع دودو كلنا متعودين ان اكلتنا دي ما بتحلاش الا باللمة الحلوة، فمحلاها لمتنا. يا رب تعجبكم اكلتنا. واول حاجه هنحتاجها كوبايتين من اللبن، واللبن هنا يفضل انه يكون دافي معانا مش ساقع. وبعد كده هننزل عليهم ربع كوبايه من الزيت، وهننزل عليهم بمعلقتين كبار من السكر، وكمان بيضايه. والبيضه هنا تكون بدرجه حراره المطبخ او دافيه شويه مش ساقعه. بما اننا قلنا بيض يبقى اكيد لازم يكون فيه فانيليا، فهننزل معلقه صغيره من الفانيليا. وهنفضل نقلب في الكلام ده كويس قوي لحد لما الكل يتجانس مع بعضه، وفي الاخر ما يكونش فيه اي اثر للبيض والسكر معانا، علشان نبدأ ننزل على النواد السايلة دي، النواد الجافة اللي عندنا. ونقلب بقى كويس قوي زي ما قلت لحد لما الكل يتجانس مع بعض. وبعد لما قلبنا كويس نبدأ ننزل كوبايتين من الدقيق، وننزل عليهم كمان معلقة صغيرة من البيكنج باودر ورشة ملح. ونقلب الكلام ده كويس قوي لحد لما نوصل للقوام اللي هقوله لكم دلوقتي. وهنا القوام بيكون تقيل شويه. نقلب بس الكلام ده كويس قوي لحد لما الدقيق كله يختفي. وهوريك القوام اللي انا محتاجاه دلوقتي، هو بيكون القوام اتقل من خليط الكيك بشويه. واهم حاجه ان احنا نقلب كويس وما يكونش فيه اي دقيق موجود لحد لما نوصل للقوام اللي احنا محتاجينه بالظبط. ولو قلبنا ولقينا لسه القوام خفيف شويه نقدر ان احنا نزود معلقه من الدقيق ونقلب، هيبقى القوام مظبوط جدا. بس انا هنا المقادير طلعت معايا مظبوطه جدا، وزي ما انتوا شايفين هو ده القوام اللي انا محتاجاه، وهو ده القوام اللي انا محتاجاه بالظبط. هنغطيه بقى ونسيبه 10 دقايق، وبعد ال10 دقايق ده هنلاقيه اصلا تقل لوحده. وده بعد لما سيبته 10 دقايق. شوفوا بقى هنا القوام هنا تقيل جدا. هنا مش ضفناله ولا دقيق ولا اي حاجه، بس هو اصلا لما بتسيبيه يرتاح هو بيتقل لوحده. وبعد كده هنبدأ نفضيه في اي حاجه فيها بوز، علشان في الاخر نعرف ان احنا نصبه كويس قوي ويطلع في الاخر الحجم متساوي. او تفضيه بالمعلقه، او علب الصوصات دي بتبقى مظبوطه جدا برضو، او تعمليه باي حاجه. المهم في الاخر النتيجه هتطلع معاكي زي الفل. انا هنا فضيته في دي علشان في الاخر اعرف ان انا اتحكم فيه ساعه لما انزله. عندنا طاسه سخنه على النار، ولازم هنا الطاسه تكون سخنه جدا. ونبدأ ننزل البان كيك، وهنا تقدري تتحكمي في الحجم بتاعه. بس هنا انا بحب الحجم ده كويس قوي، ولو عايزين تكبروا اكتر من كده اوكي، تقللوا اكتر من كده اوكي جدا عادي. وزي ما قلت اهم حاجة في الاول لازم يكون الطاسة سخنة جدا. وبعد لما بنسيبها شوية ونخلص كل الكمية اللي في الطاسة، هتبدأي شوية كمان تلاقي البان كيكاية دي اتملت بقى من فوق كده بابل صغنطوطة، وتبدأي ان انت تقلبيها الناحية التانية. واول ما تتملي من فوق بابلز كده تعرفي ان هي خلاص اخدت اللون اللي احنا عايزينه من تحت. تقدري ان انت تقلبيها حتى لو من فوق مش كل الخليط نشف معانا. وزي ما انتوا شايفين بدأت تكون اهي، بس هي بتاخد وقت اكتر من اللي انتوا شايفينه ده. هي بتاخد على كل جنب بتهيالي دقيقة، بس هنا انا مسرعة الموضوع معاكم علشان الفيديو ما يطولش قوي عليكم. وهي هنا بتاخد لون موحد من جهة واحدة، الجهة التانية دي بتاخد بس لون بسيط جدا بس مش من كله. واول ما نلاقيها فكت من الطاسه نبدا ان احنا نقلبها. ولو جيتوا تقلبوها ولقيتوها لسه مش فكت من الطاسه ما تقلبوهاش، هي هتفك منها لنفسها. وزي ما انتوا شايفين لونها هنا حلو قوي. ونقلب بقى الكميه كلها، واول ما تاخد لون بسيط كده من تحت نبدا ان احنا نشيلها على طول، لان هي ما بتاخدش لون موحد من الجهتين. وزي ما قلت هي بتاخد دقيقه على كل جنب. نبدا بقى ان احنا نشيلها ونكمل بقى الكميه كلها. وبرده لازم هنا الطاسه تكون ما بتلزقش معانا علشان في الاخر تطلع مظبوطه جدا. وتقدروا ان انتوا تحطوها بمعلقه. علب الصوصات دي بتبقى برضو مظبوطه اكتر من كده. والحجم اللي عايزينه او اللي يعجبكم اعملوه، كبير صغير متوسط الكل ينفع معانا. نخليها بقى تطلع البابلز دي منها كلها، وبعد كده نبدا نقلب. زي ما انتوا شايفين اللون هنا حلو قوي. زي ما انتوا شايفين كلها لون واحد علشان الطاسه سخنه جدا. لازم الطاسه تكون سخنه جدا علشان في الاخر يطلع كله لون واحد. زي ما انتوا شايفين انا ما بقلبش غير لما تتكون الفقاقيع او البابلز دي من فوق، علشان اعرف ان هي اخدت لون من تحت كويس قوي. واصلا اول ما بتاخد لون من تحت بتلاقيها سابت الطاسه على طول، يعني ما بتحتاجش ان احنا نخرجها بصعوبه منها. وزي ما انتوا شايفين اسهل من كده مش هنلاقي.
عملناها كلها في 5 دقايق، واللي اخد وقت معانا ان لما احنا سيبناها ترتاح 10 دقايق، وبتبقى جاهزة معانا في ربع ساعة. انتوا شايفين لونها حلو جدا، من فوق لون البان كيك اللي كلنا بنحبه، ومن تحت اخده بس لون بسيط وعاملة زي السحاب كده، وبتنتني معانا بكل سهولة. ده اخد لون، نبدأ بقى ان احنا نشيله، وبتقدموه بقى مع اي صوص انتوا بتحبوه. وبكده نكون خلصنا البان كيك بتاعنا، متأكدة انه هيعجبكم جدا لان دي من وصفات الفطار اللي كلنا بنحبها. وببضاية واحدة بس هتطلعي كمية كبيرة قوي، وفي الاخر هيطلع معاكي ناعم جدا وطري، وهيبقى عامل زي السحاب، وفي الاخر بتقدميه مع اي صوص انت بتحبيه. وهستناكم تجربوه وترجعوا تقولوا لي رأيكم فيه. ومع دودو كلنا متعودين ان اكلتنا دي ما بتحلاش الا باللمة الحلوة، فيا محلاها لمتنا، يا رب تعجبكم اكلتنا.